ومش عايزين نشوف مرموش تاني بصراحه الفتره دي. مصر كلها تقعد تقول لك مرموش مرموش، انما بالامانه فنكوش. مرموش ده طلع فنكوش. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد بعد فتره غياب ما كانتش قليله. هنتكلم النهارده عن اعظم صفقه مصريه، ده ما كانتش افريقيه كمان، تمت في تاريخ الكوره. سواء كنت متابع للكوره او لا، فاكيد جه قدامك الخبر ده. انتقال اللاعب المصري عمر مرموش من الدوري الالماني وبالتحديد فرانكفورت لمانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. واللي مالوش في الكوره قوي ما يعرفش مانشستر سيتي، حابب اقول له ان ده الفريق اللي قدر انه يحصل على لقب الدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم 5 مرات في اخر 6 نسخ ليه، وان ده الفريق اللي بيدربه افضل مدرب في العالم جوارديولا. اكيد صورته جت قدامك في يوم من الايام، بتلاقي المصريين كده حاطين صورته مع الفنان عادل شكل وكاتبين من فوق كل ما هو اصلع عظيم. بهدلوا الراجل والله. نرجع بقى لموضوعنا. في الحقيقه اللي خلاني اقول ان الصفقه دي اعظم صفقه تمت للاعب افريقي في التاريخ هي حاجات كتير، وخلينا كده نتكلم عليهم بالترتيب. عمر خالد محمد مرموش اتولد في مصر يوم 7 فبراير سنة 1999. بدأ مسيرته في مصر وبالتحديد في نادي وادي دجلة، وقعد فيه حوالي سنة من 2016 ل 2017، وبعدها طار مرموش على الدوري الألماني وتخبط هناك شوية حلوين في كذا نادي مختلف لحد ما راح فرانكفورت في 2023، ولعب مع فرانكفورت موسمين بإجمالي 46 مباراة وأحرز فيهم 27 هدف، وده قبل ما يروح للسيتي يوم تصوير الحلقة دي 23 يناير 2025. العظيم في صفقة ابننا مرموش مش في إنها أغلى صفقة تمت للاعب أفريقي ب 80 مليون يورو ورابع أغلى صفقة في تاريخ النادي كله، ولكن الحاجة الأكبر من كده إن الصفقة دي كانت بالنسبة لعمر مجرد حلم، ومش حلم كان بيحلمه السنة دي ولا كمان السنة اللي قبلها، لا ده كان بالنسبة لعمر حلم بيحلمه من 9 سنين أيام ما كان بيلعب في وادي دجلة. وبصراحة برضو إحنا كمصريين كان بالنسبة لنا حلم إن لاعب مصري غير محمد صلاح يلعب في الدوري الإنجليزي في فريق في التوب 5 أو التوب 3. مش هنقف عند نقطة الحلم دي كتير، ولكن حابب أقول لك إن عمر مرموش مر بفترة أنا عن نفسي بسميها بفترة السلخ. كمية انتقادات وهجوم من أحد المدربين المصريين بشكل مش طبيعي، واللي كانت عبارة عن إن اللاعب إمكانياته على قده، وإن الموضوع جه معاه كده، وإن اللاعب فنكوش حرفيا اتسلخ. ولكن حكمه ربنا وتوفيقه طبعا فوق كل حاجه ان مدرب بعظمه بيب جوارديولا وهو بيمر بفتره مش احسن حاجه مع السيتي، وما بين كل اجنحه العالم يختار عمر مرموش علشان يكون جناح للسيتي. فبصراحه كده انا مبسوط وفرحان جدا 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 لعمر مرموش، ومش انا بس، ده كل المصريين كمان مبسوطين وفرحانين ليك يا عمر. ولكن مهم جدا 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 وضروري كمان تعرف ان لا قدر الله بسبب سوء الاداء او بسبب عدم التوفيق، الناس اللي فرحانه ليك دي هتقلب عليك في اي وقت زي ما بيحصل كده مع النجم محمد صلاح لحد النهارده. نتمنى طبعا ان ده ما يحصلش، وكل التوفيق ليك انت والنجم محمد صلاح ولكل ابنائنا المصريين والعرب اللي بيمثلونا في الخارج. ما تنساش تعمل لايك وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك على الشاشه. يمكن انا مش مهتم بالمحتوى الرياضي مع ان ده المجال بتاعي، ولكن ان شاء الله ههتم بيه بشكل اكبر من كده في الفتره اللي جايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.